موجزة بشكل سريع. أتحدث عن الإذاعة وهي الوسيلة الأخرى التي جاءت ما بعد طبعا الصحف. أول إذاعة تبث برامجها في عام 1906 إذاعة البي بي سي. طبعا كقوة بالتأكيد هي من أقوى الإذاعات، الإذاعة البريطانية. ولكن أنا دائما لما أنتقل من الإعلام الدولي أنتقل للعربي، ومن ثم المملكة العربية السعودية. أول محطة طبعا إذاعية سعودية في جدة عام 1949 بدأ إرسالها في يوم عرفة. تصور يعني من فضل الله جل وعلا نحن في المملكة العربية السعودية ودستورها القرآن والسنة ارتبطت هذه الإذاعة في بداياتها في يوم عرفة، وحتى كان بدايتها تحدث من خلالها الملك فيصل رحمه الله. وهذه معلومة مهمة جدا. كانت في اليوم 9 من ذي الحجة في عام 1368 طبعا. ومن ثم طبعا جاءت إذاعة القرآن في عام 1393، ومن ثم إذاعة الرياض، وكذلك نداء الإسلام. طبعا بالنسبة التلفزيون كان هناك منافسة كبيرة طبعا بين الشركات. حينما نتحدث عن أمريكا نتحدث كذلك